خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنعتبره مهم جدا من اجل حمايه اموالكم في البنك. فالكثير منا سمع ان الناس اللي مشاو لهم فلوسهم للبنكه، وكثير منا تطرح تساؤلات كيفاش هاد الناس ممكن انهم يمشيو لهم فلوسهم للكونت بونكير. شخصيا كنهضر على تجربتي الشخصيه من 2011 ل 2024 دزت مع مجموعه من الابنات، والحمد لله ما عمر وقع لي اي مشكل ديال ان فلوسي طاروا او لا تسرقوا لي فلوس ولا حتى شي حاجه. علاش؟ لانه تو سامبلومون انا كنطبق بعض العباد اللي غادي نبارطاجيهم معك في هذا الفيديو، واللي ان شاء الله غادي تستافد منه، ونتمنى كذلك انك بارطاجيه مع العائله ديالك، لانه اضحى الان حساب بنكي شي حاجه اللي هي ضروريه في حياتنا اليوميه. فالعديد من الناس عندهم حساب بنكي ولكن ما كيعرفوش كيف يحميو فلوسهم اللي كاينين في هذاك الحساب البنكي. غنبداو باول حاجه وهي الكيشي اوتوماتيك. يعني انت ملي كتبغي تمشي تيري فلوس، شنو هما الحوايج اللي خاصك دير؟ ما تمشيوش للكيشي خشي لاكارت وتيري الفلوس، لا. اول حاجه ملي كتكون قدام الكيشي رد البال، البلاصه فين كتخشي لاكارت كتكون واحد اللعيبه خضراء. هذيك اللعيبه خضراء دايرها البنكه باش تحميك من سرقه بيانات البطاقه الائتمانيه، ولكن في بعض الاحيان كتكون ديال دوك الشفاره هما اللي ملصقينها تما. فاول حاجه كنشد هذيك اللعيبه خضراء كنحرك هي بشويه. عندك اخويا تمشي تنتقها تتحرك بشويه، راه غير تابليك عليها واحد شويه لا فورس باش الا تنتقات عرف راه شي واحد اللي ملصقها تما، علم لاجونس. هذه اول حاجه. ما تنتقاتش، خشيت لاكارت نحاول انني نشوف الكيبورد اولا داك الكلافي فين تطبي داك البين، تنحاول بيديا من الجناب نحاول نقلعو. هذاك تيكون ديال البنكه كيكون لاصق مزيان. الا تقلع يعني راه شي واحد ملصقو. ثالث حاجه، انت قدام الكيشي كاين البلاصه اللي كيخرج منها الضوء في الكيشي اللي كتكون الفوق، كنطلع عليها وكنشوف يا لا تكون شي كاميرا تمايا. اذا ملي ما كنلقاش هذا الشيء كامل كنرد البال البلاصه ملي كنتيري الفلوس. بعض المرات كيديروا كولا سبيسيال تمايا، يعني انت ملي كتخشي ودير الكود هذا ما كيخرجوش الفلوس، كتمشي فحال كيجي هو من وراك يحيد هذيك الكولا سبيسيال ويتيري الفلوس. اذا هادو هما اللعيبات اللي خاصني ندير ملي كنكون قدام الكيشي. دابا غادي نجيو للبطاقه الائتمانيه في حد ذاتها. جاك شي اس ام اس قال لك اودي الكونت بونكير ديالك مثلا خصك تموديفي ليه المود باس، جاك شي اتصال هاتفي ربحتي معنا شي حاجه، جي اي حاجه وقعت لك في حياتك اليوميه، طلب منك شي حد كيما بغا يكون معلومات ديال البطاقه الائتمانيه. يعني كنهضر على هذا الكود هذا ما عمرك تعطيه لشي واحد. هذاك الكود ديالك هذا اولا. ولا كنتي انت اللي كتفرج فيها كتخدم في الانترنت، بعض المرات كيقدروا يوقعوا لك مشاكل مع دوك الشركات اللي كتخلص. فهذوك الشركات تنعطيوهم غير الارقام الاخيره، الربعه الاخرين. ما عمري تنعطي لاكارت كامله الكود، تنعطي الربعه الارقام الاخرين. ثاني حاجه خاصك تعرف اخي اختي ان هذا الكود اللي تيكون لور اللي تا هو مدرجو، هذا راه هو الكود بين ديال لاكارت اللي بغيت نشري اونلاين. يعني الا شي واحد عطيتيه هذا الكود وزدتيه هذا بالاضافه لا دات ديكسبيراسيون ديال لاكارت، راه صافي يقدر انه يشري سور انترنت بلا ما يحتاج ليه. فلهذا هذا الكود هذا ما كنعطيوش لشي واحد، هذا كذلك سري خاص بك، ما خاصك تعطيه لشي واحد. دابا بغينا نشريو من الاونلاين، بغيت نشري شي حاجه عجبتني في الانترنت، شنو هما الحوايج اللي خصني نرد لهم البال؟ بطبيعه الحال انا كنفضل ان المواقع اللي تشريو منها ديما تكون مواقع اللي معروفه او تطبيقات معروفه. شي حاجه اللي ما معروفاش ما تزعمش معاها، لانك انت انسان اللي كيستخدم التكنولوجيات الحديثه بواحد الشكل من البساطه. من الافضل اخويا كاع ما تشري انت ولا اختي كاع ما تشري. ولكن الا كان شي موقع معروف او لا غير ذلك، او لا بغيتي تخوض تجربه في شي موقع، شنو هما الحوايج اللي خصك ترد لهم البال؟ اول حاجه الاتش تي تي بي اس. اي موقع بغيت ندخل ليه يكون اتش تي تي بي اس. ثانيا قبل ما نشري، يعني ملي تطلبوا مني نشري، راه كيبان لك واحد اللوغو. الا كانت عندك لاكارت ماستر كارد راه تكون مكتوبه عندك هنا ماستر كارد ولا فيزا كارد. الا بانت لك ماستر كارد ولا فيزا كارد خاصك تلقى ديك البوطونه ديال شري، تلقى ماستر كارد سيكيور كود او لا تلقى فيريفايد باي فيزا. الوغ هذه اللعيبه هذه اش كتعني انه فحال كاع الا عطات المعطيات ديال البطاقه الائتمانيه ديالك وبغيتي تشري، كتصيفط واحد الكود للتليفون، وهذاك الكود هو اللي خاصك ديرو باش تتم عمليه الشراء. لانه كاينين شي مواقع ما كيكونوش ماكتيفين تريدي سيكيور، فكتلقى انت ان فلوسك مشاو لك. هذا من جهه. ثاني حاجه انه الا كنتي بغيتي تشري في الانترنت، الله يجازيك بخير، في لابليكاسيون ديالك اللي عطاتك البنكه راه كتقدر تاكتيفي الدوطاسيون ديزاكتيفيها. كاع الابناك دايرين لك هذه المساله هذه، يعني ملي نشري نديزاكتيفي الدوطاسيون ديالي بعد عمليه الشراء. واحد المساله اخيره، انا كنفضل كشخص انه ما نشريش بلا كارت بونكير ديريكت. يعني احسن حاجه الا كان بالامكان ديالك ان لا كارت بونكير ديالك ديما ليها باي بال وشري بالباي بال، لان معلومات البطاقه الائتمانيه ديالك ما كتونجستخاش في لاباز دوني ديال الموقع اللي شريتي منه. وبالتالي في حاله الا وقع شي اختراق لهذاك الموقع او الى غير ذلك وتم سحب معلومات البطاقه الائتمانيه، ما كيقدروش انهم يسحبوا معلومات البطاقه الائتمانيه ديالك. ولهذا قلنا انه في حال كاع الا شريتي ديزاكتيفي المساله ديال الدوطاسيون او لا
تاكد من ان الموقع فيه فيريفايد بفيزا او لا مستر كارد سيكيور كود، باش هكا تقدر انك تحمي راسك في الاونلاين وكذلك في الاوفلاين. وكتبقى واحد النقطه مهمه، هو انه الا كنتي كتشري من البيسي، جميع المتصفحات الان كيقول لك واش بغيتي تونجستري لا كارت بونكير ديالك في المتصفح، عمرك ديرها. علاش؟ لانه الا مشات تبيرط لك البيسي او لو دخلتي لشي سيت اللي هو ماليسيو يعني خبيث، فراه المعلومات ديال البطاقه الائتمانيه ديالك غادي تتسرق لك، وبالتالي ما تنونجستريوش لاكارت عندنا لا في شي سيت ويب شريت من عنده، لا كذلك في المتصفح ديالنا. نتمنى ان هذا الفيديو هذا كان مفيد بالنسبه لكم. طلعوا لي في راسكم وردوا البال. السلام عليكم.